طلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تنسيقا وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تيك توك يلقب باء محمد أوتاكا، صانع محتوى له معلومات جنائية، مقيم بالجيزة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع فإنشاء وإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها فنشر مقاطع فيديو تتضمن الاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصادر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، شراء السيارات. هذا وقد قدرت تلك الممتلكات ب 12 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الداخلية تضبط تيك توك أوتاكا بتهمة غسل 12 مليون جنيه في العقارات والسيارات.